تخيل كده وانت قاعد يجيلك فويس من صاحبك صوته بالظبط ويقولك افتح اللينك ده ضروري. هل هتفتح اللينك ده ولا مش هتفتح اللينك ده؟ دلوقتي في ادوات AI بتقلد الاصوات بدقة مرعبة. لو حد عنده فويس ليك 5 ثواني بس يقدر يقلدك في مكالمة كاملة وانت مش داري. المشكلة ان انت مش داري كل ده. في الحالتين بيستخدموها علشان يخلوك تفتح لينكات، تسلم بياناتك أو تديهم صلاحيات لحساباتك. المشكلة بقى إن في الدنيا دي كلها أنت ما تقدرش أصلا تعرف. طيب إزاي أفرق حاجة زي كده؟ بكل بساطة عشان تفرق بين الحقيقة والكذب حاجة واحدة. اللي هيكلمك من رقم مش حقيقي، رقم مش متسجل على موبايلك، حد أنت تعرفه بقالك زمن فجأة كلمك وبيقول لك افتح اللينك ده ضروري أو حمل الصورة دي ضروري علشان يوريك حاجة معينة أو أيا كان. انت في حاجة زي كده بكل بساطة كلمه على تليفونه الشخصي هو. طيب ما بيردش، اقفل المكالمة، ما تعملش أي حاجة، لا تفتح لينكات ولا تحمل صورة ولا تحمل أي كتاب أو PDF. أي ملف ينزل لك عموما اقفله. اقفل الاوبشن او اقفل خاصية انك اي حاجة تحملها، سواء فوتو فيديو دوكيمنت اي حاجة اقفل. لان انت اصلا مش عارف انت دلوقتي اللي بيكلمك ده صاحبك ولا AI. ده صاحبك اللي هيكلمك على تليفونه هو، على رقم اللي متسجل عندك انت او عندك انت. حاجة زي كده لازم توقفيها. هتوقفيها بالطريقتين اللي انا قلت لك عليهم، او هتوقفها بالطريقتين اللي انا قلت لك عليهم. الديسكورد والواتساب دلوقتي كلهم في خطر. اي شات دلوقتي في خطر، سواء تيك توك ماسنجر اي شات دلوقتي في خطر. الاي اي طالما توصل بالنت فاذا اصبح قادر على انه يوصل لاي حاجة في ثواني معدودة، او بالمعنى اصح اقل من الثانية كمان. عشان تحمي نفسك لازم تفهم انت بتعمل ايه.